هاي يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين ان شاء الله. النهارده هتكلم معاكم في موضوع اقوال مؤثرة اثرت فينا واثرت عمرنا ودهورت حالنا وخربت حياتنا بسم الله ما شاء الله ودماغنا. ماشي، لازم نلغيها او نوقفها عند حدها خالص وننساها. ماشي. انا مش عارفه صح هما كام كلمه، هما كتير قوي. ماشي، بس انا هقول كل كلمه هقول كل جمله واتناقش فيها. ماشي، واقول ازاي نلغيها. اول جمله هي جمله العيل بيجي برزقه. العيل ما بيجيش برزقه يا جماعه. العيل بيجي بمسؤوليته وبيجي بقرفه، ما بيجيش برزقه. ماشي، فاحنا نلغيها ان احنا نعرف ان الانجاب مسؤولية. ماشي، مش مجرد آه، يعني زيجوت وخلاص وكبر في بطن مامي وبقى عنده خلاص اهو 9 شهور وخلاص هيتولد بكرة. لا، الانجاب مسؤولية. مش معنى انك اتجوزتي لازم بكرة تاني يوم تخلفي، لان العيل مش هيجي برزقه ببساطة. العيل لازم يجي يلاقي رزقه موجود. ماشي. وتاني جملة، الفقر مش عيب. لا، الفقر عيب للأسف. الفقر عيب جدا 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 جدا. ماشي، وكونك فقير وبجح يعني مش عارفه اقول ايه. ماشي، فاحنا لازم نلغيها ان الفقر عيب ونحاول نحسن من وضعنا بحيث ان احنا ايه، نقدر نعيش حياة كويسة يعني. ماشي. ما اجمل الفقر وما اجمل الفقراء وما اقبح الفقر. لا، الفقراء وحشين والفقر وحش. ماشي. الفقراء عادي شكلهم وحش في الشارع، عادي شكلهم بهتان ووحشين وعادي. ماشي، والفقر وحش عادي برضو. لو كان الفقر قتل رجل لقتلته يعني، فينفعش ندافع عن الفقر. ندافع عن الفقراء بحجة يا حرام ان ده مش ذنبهم. لا، ده ذنبهم وذنب اهلهم للاسف. ماشي، والفقراء اما بيحصل اي حاجة بيتداسوا في الرجلين. رابع جملة، وهي السكوت علامة الرضا. هم. السكوت مش علامة السكوت مش علامة الرضا. السكوت علامة القرف. مش عارفة اقول ايه. السكوت مش علامة الرضا خالص. ماشي، السكوت ممكن تكون علامة لحاجات كتير قوي جدا الا الرضا. مستحيل تكون علامة الرضا. قول الحمد لله احسن من ما فيش، او قول الحمد لله ربنا يكرمنا ومش عارفه ايه. نقول الحمد لله على ايه بالظبط؟ ينفعش حد يكون فقير ويقول الحمد لله. ينفعش حد يكون مظلوم ويقول الحمد لله. ماشي، قول الحمد لله وقوم اعمل حاجه ارجوك. ماشي. آه عايز اجيب عيل، كلمه عايز اجيب عيل يشيل اسمي، دي جمله رقم كام؟ رقم 6. اجيب عيل يشيل اسمك ليه؟ انت اسمك ايه؟ فرعون؟ ولا اسمك اخر اسمك عبد النبي ولا حاجه؟ اي عيل يشيل اسمك يعني؟ اسمك ايه؟ انت اسمك ليس له اي قيمه. ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. الجمله دي بررت ضرب في العلاقات، بررت ضرب للاطفال، بررت العنف في العلاقات. ماشي، ضرب الحبيب زي اكل الزبيب خالص. ماشي. بصلة المحب خروف. لا يا جماعه، بصلة المحب بصل عادي مش خروف. ماشي، البصل مش تتحول لخروف عشان انت بتحب الشخص ده. لا، دي الجمله دي بتخليك ترضى بقليلك، واللي بيرضى بقليله للاسف ما بيعيش، ما بيعرفش يعيش. ماشي. ظل راجل ولا ظل حيطة واحسن من ما فيش يعني، مش عارفه ايه. لا، مش ظل راجل وظل حيطة عادي. ظل الحيطة عادي احسن بكتير. ماشي، الحيطة تسندك لكن الراجل الله اعلم لو سندتي عليه يسندك ولا لا، ممكن يوقعك عادي. امشي جنب الحيط. لو مشيتي جنب الحيط الحيطة هتقع عليك بس كده. ماشي. اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. لا، ما تصرفش ما في الجيب لانك مش عارف هيأتيك ما في الغيب ولا لا. ماشي، ولو صرفت ما في الغيب هتبقى شحات وهتروح تشحت ويبقى بني لو اتاك ما في الغيب. باب اللي يجيلك منه الريح. لا، برضو دي جملة علمتنا الاستنطاع وعلمتنا ان احنا معرفش نحل المشاكل، ومثلا خلينا اسيب شغل او اسيب جامعة او اسيب حاجة بحيث يا حرام ان انا مش عارفة اتأقلم في المكان ده فاسد واستريح بقى. لا، غلط طبعا. الحي ابقى من الميت. الجملة دي نستنا الوفاء، نستنا ان احنا في اشخاص كانوا عايشين معانا في يوم من الايام او في ساعة من الساعات. لازم نفضل فاكرهم، لازم على الاقل نقدرهم، مش هنقول نوقف حياتنا بس نقدرهم. القناعة كنز لا يفنى. لا، القناعة مش كنز لا يفنى. دي جملة بررت الفشل وبررت الفقر، ان انت تستحمل فقرك بحيث يا حرام انت ما فيش في ايدك حالة بقى، ما فيش حاجة بقى، هنعمل ايه بقى؟ وبرضه نيجي الجملة اللي وراها، مش كل ما يدركه المرء ولا كل ما يتمناه المرء يدركه. دي جملة غلط تماما. عادي، دي برضه انت كسلان ومش عايز تقوم من على الممثلين، انا عارفة. الراجل ما يعبوش اللي جايبه. لا للاسف، الجملة دي ادت للرجالة كتير قوي جلابية. ماشي، حتى لو معاهم فلوس عادي ان هم يعملوا حاجات سيئة. ماشي، ويتبرطعوا بحجة انهم معاهم فلوس. الراجل مابوش اللي جيبه يعمل اللي هو عايزه طالما جيبه عمران. ماشي، جيبه يكون عمران ويكون معاه فلوس، ده اهم حاجة طبعا. ماشي. بس لا، في حاجات تانية تعيب الرجل، مش عيبه بس. الست ملهاش الا بيتها وجوزها، والبنت ملهاش الا بيتها وجوزها. لا، ليها حياتها، ليها شغلها، ليها وقتها. ليها نفسها. لا، ليها حاجات كتير قوي. ما تفكريش كتير، خليها على الله. لا، فكري
واحسبي قبل ما تقدمي على حاجة، لان الله اعلم بكرة ممكن يحصل ايه. ما تسيبيهاش على الله، وما تتأكيش انك انت كده بتبرري الفشل. ماشي. ولو سبتيها على الله، الله مش هيكرمك. ماشي. ومش هيقف جنبك خالص على فكرة. هيسيبك تغرقي، عشان دي ما تفكريش كويس. الفلوس مش كل حاجة، لا الفلوس كل حاجة. الفلوس كل حاجة، يقولك عكس كده اديله على قفاه. الجواز سترة، لا الجواز مش سترة عادي، انتي بتمشي مالتي يعني الجواز مش سترة عادي. الجواز المفروض ان هو تكملة لحاجة ناقصة. انتي بيها من غيرها كاملة عادي، بس انتي هنزود عليكي حاجة، يعني مثلا حاجة بس تكون حلوة قوي وجميلة، نيجي نحط عليها شوية جليتر، يعني نحط عليها زبيبة من فوق، بحيث ان هي تديها شكل جمالي يعني. اللي فات مات، لا اللي فات ما ماتش. ماشي. اللي فات لسه عايش عادي، وده بيخلينا نتصالح عادي مع اخطاء الماضي، ما نتعلمش منها كأنها عادي انها تحصل. ماشي، عادي انها تحصل، وعادي ان احنا نغلط، بس لا، لازم نتعلم منها اكيد. دي عاداتنا وتقاليدنا، واحنا اتربينا كده، لا احنا ما اتربيناش كده، وعاداتكم وتقاليدكم ممكن تكون غلط عادي، وهي غلط اساسا ولازم تتغير طبعا. ماشي. الحب ما بياكلش عيش. ايوه الحب ماشي ما بياكلش عيش، بس في حاجه اسمها احترام مشاعر، في حاجه اسمها تقدير مشاعر. ماشي. الحب لازم يكون موجود، ومعاه حاجات تانية، معاه عيش ومعاه سكر ومعاه لبن ومعاه بيض ومعاه كل حاجه، ومعاه شاي، معاه كل حاجه. العين ما تعلاش على الحاجب، لا بتعلى عادي. ماشي. وده للاسف خلق الطبقيه، بحيث ان الفقير يبقى احسن من الغني، والغني يبقى احسن من الفقير. وممكن يكون ده فقير بس ربنا مديله ومرتاح، لا الفقير عمره ما هيبقى مرتاح. وده غني ومش مرتاح وعنده امراض الدنيا، لا عادي ممكن يكون فقير وعنده امراض الدنيا. فده خلق الطبقيه. اخر حاجه، الرجاله ما تعيطش، لا الرجاله تعيط عادي، وده خلق رجاله كتير قوي حلاليف بردك معنفين، بيعنفوا ستاتهم ويعنفوا اطفالهم عشان عندهم كبت مشاعر، وبالتالي ما يعرفش يخرج مشاعره في العياط او في اي حاجه تانية، فبيخرجها في اللي حواليه. بس. والجمل دي خربت حياتنا وبوظتها. ماشي. واحنا لازم نلغيها بصراحة، ونقف ونغيرها خالص. ماشي. وايه، ونحاول نحسن من تفكيرنا. ماشي. بحيث ان احنا ايه، ما نربيش او ما نصدقش الجمل دي تاني، ونحاول نلغيها بقى. ماشي، عشان نعرف نعيش يعني، بدل ما احنا كده احنا مش عارفين نعيش كده. ماشي. بس كده، وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية. مع السلامة.